السلام عليكم، كيفكم؟ رجعت لكم اليوم فيديو جديد. وفيديو اليوم راح يكون راح نورجيكم اجواء بيتنا في ليله رمضان. طبعا رمضان بكره، كل عام وانتم بالف خير. حبينا نورجيكم واحنا قاعدين بنعلق بالزينه وهيك اجواء، فيعني يب حماس 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 اليوم راح يكون. وقبل ما نبلش لا تضغطوا على سبسكرايب اذا انتم جداد على هاي القناه. وهلا ما بدي اطول عليكم بالمقدمه، خلونا اورجيكم الزينه قبل ما نعلقها، ولما نعلقها راح نعملكم جوله في البيت. وهلا يلا نبلش. كمان بكره راح نصور لكم روتيننا في رمضان، وكمان بفيديو بكره راح اورجيكم علامات نص الفصل، تشوفوا الفرق بين الفصل الاول والفصل هذا، انه جد بيرفكت. كثير مبسوطه بهذا الشيء. اوكي يلا نبلش من المخدات، لانه صراحه حساهم مغطيين عني. طبعا في هاي المخده مكتوب عليها رمضان كريم، عليها فوانيس كثير كثير حبيتها وكثير حلوه. طبعا ذوق مامي. حطها مكانها لانه هي راح تنحط هناك. واجا معها كمان هذا الشرشف بسموه. هي برضه مكتوب عليه رمضان كريم، ونفس الاشياء اللي على المخده. اوكي هذه زيها. طبعا هدول كانوا من السنة الماضية، شفتوهم. طبعا مش شرط اذا كان عندنا من السنة الماضية نروح انه خلص ما نستخدمهم لان استخدمناهم، لا برضو بنستخدمهم، ولو كان في نقص او هيك بنجيب. وهذا كمان شكل. هلا نبلش بالاشياء اللي انا متحمسة لها. هي هذا الحبل، هو على شكل فانوس تضوي ببين. هلا بس بحب اشرح لهم عن الشكل. هي بضوي اضاءة لونها برتقالي. استني يا ريما، حاجة. وهدول النجوم، هلا برضو هدول نضويهم عشان نورجيكم اياهم. هدول مش رمضان اللي فات، اللي قبله. هدول لسه بدهم حجار، بنورجيكم اياهم وهم مضويين وهم معلقين. هم مضويين ومعلقين بيرفكت. وهدول الشموع برضو بضوى برتقالي. طبعا هذا كان عندنا برضو من السنة الماضية، وضلينا حاطينهم على مدار السنة، ما ضبيناهم من غرض رمضان. بحس انهم بينفعوا رمضان ومش رمضان. في هذه احلى حاجه. هتعرفوا لما رحنا على المحل انا اللي اصريت، ضليت واقفه عندها. ماما شوفوا ما احلاها، ماما هي بتضوي السقف، ماما بدي اجيبها يا ماما من الاخر. طبعا هذه هيك لازم انها تنشبك بالفيشه، وبرضه كان بظبط عليها اغاني رمضان. برضه راح اورجيكم اياها لما نعطيكم جوله في البيت. هذا اكيد اشي. طبعا هذا جبناه السنه جد، يعني هذا احلى حاجه عجباني. طبعا بضويها عشان تبين لكم. شوفوا كتير حلوه هيك، كيوت صغار، لا هم كبار ولا وسط. خلص بدي احطهم في الغرفه عندي على تختي. في كمان هذا الفانوس برضو بيضوي، عشان لسه الدنيا ما ليلت منيح مش مبين. وفي هدول النجوم، هدول مش ذاكرة وين كنا معلقينهم احنا. المهم بنشوف احنا وين نعلقهم. هم بيتعلقوا يا اما يكونوا هيك مع بعض، يا اما بيكونوا هيك، هدول هيك لحالهم ما بيضووا. طبعا كرتون بيضوي. هي هدول. هذا الحبل برضو شريناه السنة هذه. هي ما بدي افتحه، بلاش اعمل تخريبه وشي هيك، لانه انا بالمره بفك السلوك. هاي هو على شكل فانوس. هذا يا جماعه فانوس ريما. حطته بس برضه حلو هيك. هذول النجمه والهلال زي هيك. تعال. حبيت. هيهم هم مضويين. ايش ضايل؟ ماما ضايل هذا بس يعني
وهذا الفانوس وهدول الأعلام. هلا رح نورجيكم، رح نعلق ونرجع لكم ونعمل لكم جولة في بيتنا وهي الزينة معلقة. وجيتكم بعد ما خلصنا نعلق الزينة بمساعدة البيت كله. هلا زي ما حكيت لكم في أول فيديو راح أعمل لكم جولة في البيت والزينة معلقة. يلا نبلش من هذه الغرفة. طبعا أول شيء علقنا هذا حبل الزينة اللي فيه هلال ونجمة، وحطينا كمان هدول النجوم اللي ما بيضووا. حسيت أعطوا شكل كثير حلو وبجنن المكان. هلا يلا نشوف الباقي. وهون حطينا برضو هاي الكورة اللي بتطلع فوانيس، برضو فوانيس، أنا مالي جماعة بصراحة الفوانيس مش عارفة ليش اللي بتطلع هلال ونجمة. ممكن تطلعهم على السقف، على الحيطة، على أي مكان بتقدر لا تكسر. هسه حالي بعمل إعلان. نبدأ من هون تعالوا هون نخلص من الشموع. ما نصك تطلع هلال. وفي هنا هاي الشمعة اللي بتضوي، حبينا نحطها هون خليها ضاوية. وبعدين تعالوا هنا لهذا الشرشف حطيناه على هاي الطاولة. وشو رايكم فيه؟ كثير حلو. ونيجي لفوق، هدول الفوانيس يا دحنا. صار لي بتعرفوا يمكن عندنا أكثر من مرة الفيديو عشان قصة الهلال والفانوس. هاي حبل الفوانيس كنا بالاول حطيناه، كنا حاطينه برا بس ما حسينا انه طالع حلو، لكن هذا من جد انه طالع بجنن. ما انتبهت لهذا. هون في كمان حبل فوانيس هيك شكلهم اللي ورجيتكم اياهم برضه باول الفيديو. حطيناهم على هاي الوردة. تعرفوا انا شكلي كل ما اشوف حاجة احكي طلعة كثير حلوة. وكمان حطينا من على هاي الشقة الشمعة الثانية بضوي لكم اياها. بيرفكت. هنا في هدول المخدتين اللي عليهم رمضان كريم. نكمل. وبنيجي كمان هدول اللي عليهم فوانيس المخدات. يب. هلا خلصنا من الغرفة، تعالوا نروح برا. هون حطينا على هذا الرف حبل الزينة اللي عليه هلال ونجمة. هيهم طبعا هذا بيضوي زي ما انتم شايفين اخضر واحمر وازرق. اخضر كان يبغى ازرق قبل. وفي هذه القعدة الكيوت الحلوة في هذا الفانوس. هيو نيجي لهاي المراية. حطينا هدول النجوم اللي اكثر حبل انا حباه، وحاسه بتعرفوا كيف مثلا بصور لكم عليه شغلات. مثلا بتعرفوني بحب اصور على الانستا زي كوبايه النسكافيه وهيك، ممكن اصورها عليه يعني من رمضان وهيك. وعلى المرايه حطينا هذه النجمه، هذا حبل الاضاءه النجمه، وحطينا فيهم النجمه اللي ما بتضوي هاي التلمة. طبعا هذه حبيتها كثير لانها ممكن انكم تضيفوها لاي حبل اضاءه. اوكي نكمل. نروح على هذه مش عارفه ليش كثير بحبها لانها لها من الصور الماضيه، كنت اتصور عندها كثير. حتى في لي صوره على الانستا كانت هاي. ايوه حاسه حالي كثير بعيد عنكم. وهذا هي هون، هذا اعتقد هي ضوء. وهذا الفانوس حطيناها، وكمان حطينا هذا الفانوس. هلا حبايبي راح اطفيلكم لانه انا عشان تشوفوا الزينه اكثر وهي مضويه لانه حاسه هيك مش مبينه. هلا راح اطفيها وخذوا جوله بالبيت. تمام هيك.
لنا رايكم تحت بالكومنتات. وبس لا تنسوا تضغطوا على السبسكرايب والشير واللايك وتفعلوا جرس التنبيه عشان نوصلكم كل شيء جديد احنا بننزله. ولا تنسوا كمان تروحوا تتابعونا على الانستا، هتلاقوا رابط حساباتنا تحت في صندوق الوصف. ولا تنسوا الابتسامة ومع السلامة.